السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الحدث. إذا كنت مهتما بقناتنا فلا تنسى دعمنا بضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، وشكرا لكم جميعا. لن تصدق حتى تشاهد. تمساح يعيد جثة طفل غارق بعد فشل العثور عليها في واقعة غريبة لا تصدق. واتقى مقطع فيديو صادم لحظة ظهور تمساح ضخم وهو يعيد جثة طفل غارق بعد أن فشلت عائلته في العثور عليه في إندونيسيا. وحسب موقع نيوز الإخبارية، صدم سكان بلدة موارجاوا الإندونيسية بظهور تمساح ضخم يحمل على ظهره جثة طفل غرق منذ فترة. لم تتمكن عائلته من العثور عليه. وحسب شبكة تلفزيون الإندونيسيا تي في أون، سحب تمساح جثة الطفل الغارق محمد زياد وجاية البالغ من العمر 4 سنوات من نهر مهاكام بمنطقة كالمنتان الشرقية في إندونيسيا، حيث شهد وهو يحمل جثة الصغير على ظهره إلى ضفة النهر حتى وصل لإحدى القوارب ليلتقطها شخصين كانوا على متنه. والأكثر غرابة في الواقعة أن التمساح لم يحمل جثة الطفل بين فكيه خشية تمزقها، بل وضعها على ظهره بالقرب من رأسه كما ظهر في الفيديو. وبعد ذلك اختفى التمساح في مجرى النهر بعد أن رأى السكان وعائلة الضحية جثة الطفل. وعلى الفور قام فريق البحث والإنقاذ بمساعدة السكان بانتشال جثة الطفل ونقلها على البر الرئيسي. وعندما تم نقل جثة الطفل الصغير بنجاح إلى اليابسة، لم يتم العثور على جروح فيها باستثناء عضة في الظهر يبدو أن تمساح تسبب فيها عند التقاط جثة الطفل من مياه النهر وحملها. وكان الطفل قد غرق في نهر مهاكام بينما كان يلعب بمفرده خلف منزله وبالقرب من نهر في موارجاوا، لكن يبدو أن تمساح لعب دورا في العثور على جثة الطفل ومساعدة أهل الضحية في إيجاده. سبحان الله. نيوزيلندا غرقت تماما، الناس يسبحون في الفيضانات، المنازل انهارت، السيارات غمرتها المياه كأنه طوفان. عزيزي المشاهد، فيضانات نيوزيلندا شيء فوق المرعب. كل شيء غرق بالمعنى الحرفي للكلمة. الشوارع والأحياء غرقت وتحولت لأنهار، المطارات والمحلات غرقت، الأسواق والمعامل غرقت، السيارات والمنازل غرقت وانهار بعضها، حتى حافلات الركاب اجتاحتها السيول وهي مليئة بالناس. أينما رأيت سترى الفيضانات وقد اجتاحت المكان. الخسائر المادية كبيرة، فيضانات رهيبة ومخيفة. الناس هربوا من بيوتهم سباحة بعد أن تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات واسعة النطاق في أكبر مدينة في نيوزيلندا، ما أدى أيضا إلى إغلاق المطار وإلغاء حفلة موسيقية لإلتون جون. وقال رئيس بلدية أوكلاند واين براون في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أنه يشعر بحزن عميق بعد العثور على جثة في إحدى الضواحي الشمالية. ولم تؤكد الشرطة ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن الفيضانات. وحولت الفيضانات المفاجئة الكثير من طرق أوكلاندا إلى أنهار، وتسببت رداءة الطقس في إغلاق مطار المدينة بعدما غرقت بعض مبانيه في مياه. وأكد مطار أوكلاند أكبر مطارات نيوزيلندا توقف حركة المغادرة والوصول في المرفق الجوي حتى ظهر السبت بتوقيت المحلي. وكتب رئيس الوزراء الجديد كريس هيبكنز الذي أدى اليمين الأربعاء بعد استقالة جاسيندا أرديران المفاجئة على تويتر أن الوكالات الحكومية تعمل بجهد كبير للمساعدة. وقال أن المركز الوطني لإدارة الأزمات الموجودة تحت مبنى البرلمان في العاصمة ويلينغتون يساعد في تنسيق الاستجابة الطارئة. كما أطاحت السيول بحفلة كان مقرر أن يحييها المغني البريطاني إلتون جون في ملعب ماونت سمارت في أوكلاندا في ظل المخاوف بشأن سلامة الجماهير. وغرقت خدمات الطوارئ بنداءات المساعدة، فيما دعا مسؤول الدفاع المدني السكان إلى ملازمة منازلهم. كما حثت الشرطة الناس على اتصال بخدمات الطوارئ فقط
إذ كانوا يواجهون خطرا يهدد حياتهم. وأعلن براون أنه سيزور المجتمعات الأكثر تضررا السبت لتقييم أضرار مع جهود إعادة الوضع إلى طبيعته. عزيزي المشاهد، الفيديوهات غنية عن كل توضيح. ما ترونه هو جزء بسيط من يوم الكارثة عاشه سكان أوكلاند في نيوزيلندا. يا لها من مشاهد تحبس الأنفاس. إنها تجربة مرعبة. إنه مثل الكابوس، فإن يخرجك تمساح من قاع النهر أو تعيش وسط فيضانات وعواصف، هذه فعلا من أسوأ ما يمكن أن يحصل لك. فإذا كنت في بيتك سليما معافى فاحمد الله، فهناك الكثير من الكوارث تحدث كل يوم يروح ضحيتها الآلاف. This is Auckland Airport, 27th of January 23.